النهاردة هجرب أجدد بسكويت في مصر، بسكويت HR بأربع أطعمة مختلفة. أول نوع كده هجربه معايا بسكويت HR بكريمة الكابتشينو. متحمس جدا للطعم ده نجربه، عشان الطعم ده بجد أول مرة أجربه في حياتي. نشوف بقى يعني إيه كريمة الكابتشينو في البسكويت. البسكويت ده ب5 جنيه بس، أجدد بسكويت في مصر. ده كده شكل الحجم من جوه. بسكويت حلو جدا بالنسبة للسعر ده. باكل البسكوت ده ب5 جنيه بس، بطعم جديد، طعم كريمة الكابتشينو. بجد طعم الكابتشينو ظاهر لي جدا وانا باكله. جربوه بجد هيعجبكم جدا جدا. تاني نوع معايا بسكويت بالكاكاو وكريمة الجوز الهند من HR، أجدد بسكوت في مصر. ده كده شكله من جوه. الباكو فيه 7 قطع، 7 قطع بسكوت ب5 جنيه. هنا مفيش أي طعم لجوز الهند بصراحة، مفيش بس غير طعم بسيط للكاكاو. طبعا زي ما حضراتكم شايفين شكل البسكوت الكاكاو ظاهر جدا، بس مفيش أي طعم لجوز الهند بجد. ده طعمه عادي جدا بصراحة، لكن بجد طعم الكابتشينو الجديد بجد ظاهر لي جدا طعم الكابتشينو فيه. تالت كده نوع معايا بسكوت بكريمة الشوكولاتة وجوز الهند من HR. ده كده حجم البسكوت. هو 6 قطع مش 7 قطع، تعديل مهم جدا. 6 قطع بسكوت ب5 جنيه بس، أجدد بسكوت في مصر بسكوت HR. بس سيبكوا بقى من طعم جوز الهند، مش هتلاقوا فيه أي طعم لجوز الهند بصراحة خالص. يعني ده تقولوا عليه بسكوت بالشوكولاتة من غير لما تقولوا كريمة جوز الهند. رابع نوع معايا كده وآخر نوع معايا بسكوت بكريمة البندق. تعالوا نشوف بقى الطعم. كده شكل البسكوتة. البسكوت ده طعمه حلو جدا، وفي نفس الوقت طعمه عادي. يعني فيه بسكوت كتير طعمه أفضل منه بكتير، بس بجد تجربة رائعة لبسكوت لسه جديد في السوق. بسكوت مصري أصلي يستحق كل الدعم والتقدير. HR بسكوت روعة وحكاية. جربوه هتحبوه بجد، مش هيضايقكم جدا. ال4 أطعمة بتوعه 4 أطعمة هتلاقوا طعم بسكوت عادي وطبيعي، مش بسكوت اللي هو الواو قوي ولا البسكوت الضعيف قوي. بسكوت حلو في المتوسط منه، والخطير منه بسكوت حكاية جديد في
السوق المصري بسكوت مصري اصلي يستحق منا كل الدعم والتقدير. ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل والاشتراك الجميل منكم اكيد.